حبيب قلبي عامل ايه؟ فيلمنا النهارده عبارة عن ايرون مان على فينوم على سبايدر مان على جرين لانترن على مون نايت. كل دول اعملهم ميكس يطلع لك بلو بيتل. فيلم بلو بيتل آخر أعمال شركة دي سي، وأول فيلم في عالم دي سي السينمائي برؤية جيمس جان. ولو متعرفوش فده اللي أخرج ثلاثية جارديان اوف ذا جالاكسي اللي تبع مارفل. فيا ترى الفيلم كان جامد زي التريلر ولا أي كلام؟ تعال نشوف كده. الفيلم هنا بيحكي الأوريجين ستوري بتاعت جيمي أو هيمي زي ما أمه بتقوله، وإزاي بقى البلو بيتل أو الخنفسة الزرقاء. جيمي هنا لسه راجع من السفر بعد ما خلص دراسة حقوق، باين شطور ما شاء الله عليه، وراجع كله حماس وطاقة، وبيصطدم بالمشاكل اللي اهله واقعين فيها، وبيعرف ان حالتهم قرب بعيد عنك والصحه في النازل، متكحرتين يعني من الاخر كده، طبعا مخبيين عليه كل ده. فالكتكوت بتاعنا ضميره بيأنبه وبيقرر ان هو لازم يشتغل ويغير الواقع. فلسه اول يوم رايح يقدم شغل بيقع تحت ايده بالصدفه البلو بيتل، او زي ما الفيلم مسميه السكارب، اللي فجأة بيبوند معاه، وبنشوف الترانسفورميشن ده في مشهد جامد. كل ده في التريلر على فكرة. حسوبة لم ولن يحرق عليك اي فيلم الا في فقرة الحرق طبعا، وقبليها هنبهك ما تقلقش. طبعا من هنا بتبدأ المشاكل والصراع بتاعنا. طب ايه الحاجات اللي عجبتني في الفيلم؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده السيماتوجرافي، بقول لك ايه فكك انت، بسم الله الرحمن الرحيم كده تفتح الفيلم تلاقي لوجو وورنر براذرز بيترسم قدامك بالالوان الازرق والموف النيون. يا الله على الجمال. خد عندك بقى 95% من مشاهد الفيلم مش بتخلى من الالوان دي، فعامل لك كلر سيم كده رايق يدخلك في المود. تاني حاجه الفرشه اللي اتعملت عشان تعرفك بالشخصيات وتخليك تتعلق بيها كانت حلوه، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه قوي في اي فيلم بتفرج عليه، انك تدي السايد كاركترز او الشخصيات الجانبيه حقهم. واهم حاجه في الفرشه دي انها ما تبقاش ممله، على عكس فيلمنا هنا اللي كانت في الخفيف ومش ممله. يعني اخدت حوالي 24 دقيقه لحد لما السكارب او الجعران ده دخل جوه جيمي، وما تسالنيش دخل جواه ازاي، عشان هما في الفيلم سالوا نفس السؤال وما لقولهوش اجابه، واحترم نفسك عيب. تالت حاجه مشاهد الاكشن. طبعا انت بتتفرج على فيلم سوبر هيرو يعني فانتزي وخيال، والمخرج خياله كان حلو هنا. عطاك حبة مشاهد لبلو بيتل مش عارف اقول لك ايه، بس حاجة كده على الشاشة قمة في الجمال. فانا بريكومند ليك انك تشوفه على اعلى كواليتي وشاشة كبيرة، عشان فريق الفي اف اكس والجرافيكس هنا عاملين شغل عالي. رابع حاجة دي سي اخيرا عرفت تعمل كوميديا حلوة زي بتاعة مارفل، واللي قام بيها هنا جورج لوبيز في دور انكل رودي عم جيمي. الراجل ده رمى كام افيه كده مع طريقته قتلوني ده مضحك جدا. خامس حاجة واهم حاجة السوبر هيرو نفسه جامد ومعمول برواقة كده، وشكله هيبقى من ماي فيفورت سوبر هيروز. طيب تيجي تسألني وتقول لي هو بلو بيتل ده يعني ايه الباورز بتاعته؟ والله يا حبيب قلبي هو ميكس كده من سوبر هيروز كتير زي ما قلت لك في الانترو، بس ممكن نبقى نرغي فيها شويه كده في فقره الحرق. وبرضه اقول لك على كميه الريفرنس اللي من افلام تانية اللي اتذكرت في الفيلم، اللي كانت بالنسبه لي حاجه حلوه وبتخليني مبسوط لما اقفش حاجه زي كده وانا بتفرج. طيب تيجي تسألني وتقول لي الله، طب طالما كل الحاجات عاجباك في الفيلم كده، طب الفيلم مفيهوش سلبيات؟ اقول لك اولا انا اتخنقت من اسئلتك الكتير دي، بس هجاوبك. اقول لك مفيش فيلم ما بيخلاش من السلبيات والاخطاء، بس لما بيبقى العمل ممتع فانت ممكن تكبر دماغك وتتغاضى عن الاخطاء دي، ده حاجه كده من وجهه نظري يعني. طيب من الحاجات بقى اللي زاولتني في الفيلم ان كان في كلام كتير قوي بالاسباني، نظرا ان هم يعني عيله مكسيكيه وكده، بس للاسف انا ماليش في الاسباني ولا المترجم ليه في الاسباني، بس انت كمصري انا عارفك لماح وهتفهمه وهي طايره ما تقلقش. ودور على ترانسليشن للفيلم فيها ترجمه للاسباني اللي موجود. تاني حاجه الفيلن هنا هو الميرور او المرايه للسوبر هيرو بتاعنا، يعني بيبقى عنده نفس الباورز اللي عند السوبر هيرو بس النسخه الدارك او الشريره منه، والفكره دي اتحلبت كتير قبل كده. خد عندك بقى زي ايه ايرون مان 1، فينوم بارت 1 بارت 2، موربيوس، انت مان 1، هالك، كابتن امريكا 1، بلاك بانثر 1، واخرهم طبعا بلو بيتل. مش هقول لك اتضايقت، بس خلاص الواحد اخد على كده، بس اتمنى ان بعد كده ما يحصلش تاني، وان ده يبقى اخر فيلم يتعمل فيه الفكره دي، عشان اكتر من كده خلاص بقى كفايه يعني. اتذكر برضه في الفيلم سيره باتمان، فانا بقيت مش فاهم احنا في انهي عالم دلوقتي، فما ادالكش اي كلو او نبذه كده احنا موجودين فين. المهم فيلم بلو بيتل فيلم ممتع اتحكت فيه الاوريجين ستوري بشكل عاجبني انا من وجهه نظري، وتجربه مشاهده بصريا ممتعه، وفيلم بوبكورن لذيذ وياخد معايا 8 من 10. وتقييمي هنا بناء على مدى استمتاعي بالفيلم كمشاهد، انما لو جينا تقنيا وفنيا كوزن فيلم يعني تقيل ولا لا، ياخد اقل من كده. ولو لسه ما شفتش الفيلم فانا برشحه ليك جدا لو انت بتحب افلام السوبر هيروز
والفيلم تصنيفه PG-13 يعني 13 سنة فيما فوق، يعني تقدر تشوفه انت وعيلتك. وتعالى بقى نلغي شوية بحرق، فلو لسه ما شفتش الفيلم اثبت مكانك. طيب زي ما قلت لك ان الفيلم بتاعنا اوريجين ستوري، وانا من عشاق افلام السوبر هيرو اللي بتحكي لك الاوريجين ستوري بتاعت بطلنا. هنا في الفيلم من اول لما بيحصل البوند ما بين السكارب وجيمي، وانت بتشوف تفاصيل الترانسفورميشن ده في مشهد جامد، لانه ببساطه كان فيه اهتمام من جانب صناع العمل اللي من وجهه نظري يعني تفوقت على اعمال من مارفل في الوقت الحالي. من بعديها بنبدا نتعرف على الباورز او القوه اللي بتبقى عند جيمي. خد عندك بقى يا حبيب قلبي، اولا السوت شكلها جامد قوي، بس دي مش مجرد سوت وخلاص، لا ابسولوتلي. الفكره هنا ان السكارب ده لما اتحد معاه بقوا عاملين زي ايدي بروك وفينوم، ايرون مان وجارفيس. من الاخر كده بيبقى فيه صوت جواك بتبقى سامعه وممكن يتحكم فيك. السكارب كمان بيخليك تتخيل اي ويبون او سلاح انت عايز تعمله زي جرين لانترن كده. وكده كده السكارب وظيفته انه يحافظ على حياه الهوست بتاعه اصلا، ففي سيلف ديفنس اوتوماتيك بيحصل من غير تدخل جيمي في اي حاجه، وشفنا كده في كذا مشهد في الفيلم. غير لسه السيلف هيلينج زيه زي فلاش وولفرين، يعني اي جرح موجود انساه دقيقتين وبيختفي. غير طبعا ان اي حاجه عند ايرون مان هي عنده، بيطير، بوليت بروف، بلصات الكتريك من ايده موجود. السوت اصلا حاجه تفوق النانو تكنولوجي، لاننا عرفنا من خلال الفيلم ان السكارب ده اصلا الين. وما تنساش ان حوار السكارب ده مش اول مره نشوفه، شفناه قبل كده في مسلسل مون نايت، واول حلقتين اصلا كانوا بيدوروا حوالين السكارب ده برضه. ده غير الكبيره بقى بلو بيتل، اصلا النسخه الزرقاء من سبايدر مان بالايرون سوت في الشكل بس يعني. طب هل الميكس ده ضايقني؟ احب اقول لك لا بالعكس، الميكس كله كان جامد بصراحه، ما ضايقنيش في حاجه لانه مبرر. معلش يعني هو بيقول لك ان السكارب ده او الجعران هو اصلا الين، كائن فضائي مش من الارض، التكنولوجيا اللي فيه متطوره بشكل مش طبيعي، فقشطه يعني لما تلاقي كل الباورز دي موجوده. نيجي بقى للريفرنس اللي اتذكرت معانا، الحته بتاعت جيمي وهو بيقع من فوق وينزل ويقول ماي باك، اهي دي حته سبايدر مان 2. دخلت رودي بالعربيه لما جاي ينقذه من كاراباكس، هوب ادى كلاكس بتاع نينجا تيرتلز. اصلا جيني نفسها قالت له ان السكارب ده سيمبيوتيك، اهي دي حته فينوم كمان. الفيلن نفسه شبه شريدر بتاع نينجا تيرتل. الفاينل سين لما كاراباكس كان خلاص هيفنش جيمي وانكل رودي حدف عليه حاجه عطلته، اهي دي حته سبايدر مان 1 لما جرين جوبلين كان هيفنش سبايدر مان. مشهد تاني لجيمي وهو بيفايت وهوب مسك واحد من بعيد وشده ناحيته وقال له جيت اوفر هير، اهي دي حته سكوربيون من مورتال كومبات. ده حتى مشهد ابوه الاخراني ده وهو بيديله كلمتين اللي كان بالاسباني وانا ما فهمتش حاجه، بس حسيته بيقول له with great power comes great responsibility. ما هو ده اللي ناقص كمان، انه يعيش دور انكل بن. بصراحه مش هضحك عليك، هي الريفرنس دي كانت كتير وانا كمان حسيتها مقصوده، بس بصراحه ما ضايقتنيش، كنت مبسوط جدا وانا قاعد اقفش فيها كده وانا قاعد بتفرج. الحلو كمان برضو ان الشخصيات الجانبيه غير انها زي ما قلت لك اتفرش لها فرشه حلوه في الاول، لا كمان دخلت في الفايت سينز بتاعتنا، زي جدته اللي عملوا لها مشهد رهيب، وانكل رودي اللي كان ماسك الكوميديا في الفيلم، لا وكمان كان الجاي اون ذا تشير او المساعد بتاع السوبر هيرو. انا بس عندي كام مشكله صغيره مع الفيلم. طبعا احنا عرفنا ان السكارب ده كان موجود مع ابو جيني، بس السكارب ما اختارهوش، بس هو حلل الداتا بتاعته وعمل تكنولوجي شبيهه بيها، وكان هو البلو بيتل زمان لحد لما اختفى. هنا ما جابولناش السكارب الالين ده وصل ازاي لتيد ابو جيني، وازاي السكارب ده ما بقاش معاه، مفيش اجوبه. بس طالما قال لك تيد مختفي وبتاع، فاكيد هيظهر في الجزء الثاني وهيبقى عندنا اجابه للسؤال ده، وده بالفعل اللي اتلمح عليه في البوست كريدت سين لما عرفنا ان تيد ابو جيني لسه عايش. باتمان برضو جت سيرته في الفيلم، طب احنا مش عارفين احنا في انهي عالم دلوقتي، ولا اصلا هو بيتكلم عن باتمان كفيلم شافه مثلا، ما تفهمش. كان نفسي بس رؤيه جيمس جان تبان اكتر في الفيلم. من الاخر فيلم بلو بيتل فيلم سوبر هيرو حلو ومشاهد اكشن جامده معموله بشكل جامد قوي، والفيلم خفيف وهتضحك اكيد. انا مش عارف الفيلم ليه اندر ريتد وما عجبش ناس كتير، مش لازم نحبكها قوي طالما الفيلم ممتع. انا مش فاهم احنا منتظرين ايه اكتر من الفيلم قدمه لنا، اصل خلاص فكره افلام السوبر هيرو اتعملت كتير، فمش هيقدر يديك اي حاجه مختلفه عن اللي فات، فما تعليش سقف توقعاتك بعد كده بالذات في افلام السوبر هيرو، وحاول تنجوي باللي انت شايفه قدامك، لان فيلمنا هنا يستحق. واخر نقطه حابب اتكلم معاك فيها، انا عندي تساؤلات كتير حوالين شركه دي سي، ونفسي افهم هم بيعملوا ايه. يعني المفروض احنا اخدنا بدايه حلوه لاول افلام العالم الجديد، اي نعم مش اقوى حاجه بس اسمها بدايه حلوه، ده من وجهه نظر. ايه لازمه بقى انهم مكملين في صناعه افلام تكميلا للعالم القديم؟ يعني ايه لازمه ان هم يعملوا فيلم اقوى مان 2 وهم اصلا كمان سمعت هيخلوا جيسون ماموا يعمل دور لوبو في العالم الجديد؟ يعني
لو فكرهم انهم هيلموا فلوس فاظن خلاص الناس فهمت، وما اعتقدش ان حد هيكون مهتم، خصوصا بعد العبث اللي شفناه في فيلم فلاش. فيلم فلاش من اكتر الافلام اللي كنت مستنيها جدا فوق ما انت تتخيل، فكون ان فيلم يطلع بالمستوى ده ما اظنش اني هجدد الثقه في العالم القديم ده تاني. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون سليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الفيلم في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ولايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم ابراهيم حسوبة من حسوبة توكس. سلام.